السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تيجوا كده يا جماعة نعمل شوية قرص، عشان بقى الواحد بيبقى صاحي من النوم عايز كده اي حاجة يفطر بيها مع كوباية الشاي بلبن او كوباية شاي سادة. بقى لي فترة جامدة قوي ما عملتهاش، وعايزة اقول لكم وحشتني. تقريبا كده كنت اخر مرة عاملاها كان في رمضان، فقلت ايه لما اجيب كده الحاجة بتاعتها واعملها معاكم واوريكم انا بعملها ازاي. بصوا يا جماعة، دي اسهل طريقة قرص. بصوا يعني ممكن تعملوها. بص، انا هنا جبت كيلو دقيق، وده كان نص كيلو كان محطوط عندي في التلاجة من الاول، جبت كمان نص كيلو عليه. فهنا بقى هحطه في الطبق، وهحط بقى عليه ايه هتشوفوا دلوقتي. هحط معلقتين سكر، وكيس بيكنج باودر، وكيس خميرة فورية. عايزة بقى تحطي لبن حطي، مش عايزة ده اختياري براحتك. انا عن نفسي ما عنديش لبن، عشان كده ايه قلت هعملها بالمية بس. وهتحطي بقى شوية ملح، يعني مثلا على الكيلو بحط حوالي ربع معلقة ملح. هما بقى بيقولوا ان الملح ده بيبقى زي مادة حافظة، عشان يعني لو ركنتيها فترة. انا بصراحة ايه معرفش اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. المهم ان انا بعمل زي ما بيقولوا خلاص، وبصراحة بتطلع معايا حلوة قوي. هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. هنا انا حطيت كيس بيكنج باودر علشان يخليها طرية. يعني مش عايزة تحطي ما تحطيش، بس انا عن نفسي بحطها عشان ايه، بتخليها لو مثلا قعدت كذا يوم تبقى طرية كده وتبقى حلوة، تبقى عاملة زي بتاعة الفرن. المهم حطيت معلقتين سكر عشان يبقى طعم العجينة حلوة، عشان لو هتعملي سادة من غير مثلا عجوة او اي حاجة تبقى طعمها حلوة. وادي ذرة الملح اللي انا قلت لكم عليها. وخلاص على كده عايزة اقول لكم، دي بقى الزبدة يا جماعة، زبدة صفراء. بصوا، عايزين بقى القرص تنجح معاكم وتطلع حلوة، اعمليها بالزبدة الصفراء. انا بعمل بصوا اللي موجود عندي، سمنه بقى هولندي، سمنه بلدي، زبده صفراء، اللي موجود. بس انا عشان كان عندي زبده صفراء بصراحه ربنا بتخليها طعمها حلو. المهم انا هسيبها تخمر حوالي كده ساعتين او ساعتين ونص، وتعالوا اما اوريكم هعمل ايه. بص انا هظهر بيه يعني الحته بس اللي انا قاعده فيها بس كده. فايه كده خلاص او كده. المهم ايه، بصوا بقى انا جايبه حبه العجوه دول ب 15 جنيه. مش دول ب 15 جنيه ولا ب 10 جنيه؟ 15. انت عامل ايه؟ انت كويس؟ الحمد لله. بصوا يا جماعه، انا جبت كيلو ملوخيه اهو، الطريقه اللي انا وريتها لكم. جبت تاني، جبت كيلو يعني، وقلت ايه كل ما انزل السوق اجيب كيلو عشان اعملها. معلش بقى انا هشغلك معايا ولا في الميكرويف، هتشغل عليها تحت بس. هتعرف ولا مش هتعرف؟ تحت كده؟ اه تحت اللي هو اللي هي الساعة من تحت. ماشي، معلش هشغلك معايا ان شاء الله يسترك يا رب. هات لي شوية زيت عشان احطهم في الصينية. انت غسلت الفرشة دي الاول؟ ان شاء الله يا رب تحج ويشفيك يا رب ويشفي كل مريض. وتحج برضه، مش انت نفسك تحج يا حاج؟ نقول لك يا حاج شريف ايه ان شاء الله. بصوا يا جماعه لما خمرت بقت حلوه. بصوا هشه. بصوا انا عايزه اقول لكم انا عملت كيلو دقيق بس، ما رضيتش اكتر لان محدش بصراحه يعني ايه، محدش بصراحه بيحبها الا انا، فانا ما رضيتش ازود يعني. سلام. الراجل الحنين رزق يا جماعه والله. انا هعمل الصينيه الاولى عشان بتاخد اكتر. مش عايزها انت بالعجوه ولا بالجبنه صح؟ لا. ماشي. بس انا بصوا عايزه اقول لكم ان انا ما بحبهاش الا بالعجوه. عارفين لو ما فيهاش عجوه ما اكلهاش، ولا بقى جبنه ولا الحاجات اللي بيعملوها دي، لا لازم عجوه. وعايزه اقول لكم برضك بعملها وبفضل رايحه جايه عليها لحد ما بخلصها. محدش بيحبها في البيت الا انا. هو انت مش بترد عليا ليه؟ وانا مش بكلمك؟ بقول لهم محدش بيحب القرص ده الا انا. انا بحبها ساده عشان ما تبقاش حلوه على فكره. العجوه بتديها طعم حلو. لا، ما عشان بس انا انت عشان تعبان. انت عشان العلاج بتاعك. انا بحبها بالعجوه برضه بس بتبقى طعمها حلوه. طب والله العظيم بص، على فكره هي رخصت، لان هي الحته دي انا كنت بجيبها الاول ب 15 جنيه. ما دي ب 15. انت مش قلت لي ب 10؟ 15.
بس انا عماله اقول يعني هو الراجل كان بيضحك عليا شايفني عبيطه ولا ايه؟ والله. بصوا بقى انا ايه هعمل بص بقى انت تركز معايا عشان انا بنسى. انت عارف ان انا عندي انا هعمل الصينيه الصغيره دي ليك انت اللي هي من غير عجوه، عشان لما اجي اسالك بس، اصل هو مش بياكل اللي هي فيها العجوه، فانا اعمل له الساده الاول وبعد كده بقى اعمل ام عجوه ليا انا. طب احط لك حته جبنه. بص ولا جبت فيها حطيت فيها سمسم ولا اي حاجه، هي كده ما بكلفهاش بصراحه. يعني بصوا كده ما بحطش عليها اي حاجه خالص. هتعملهم معاك ولا الاول؟ لا اعمل لك الصينيه دي عشان تحطها في الفرن تستوي بسرعه. يعني دي تستوي الاول قبل ما انا ايه، هي خلي بالك هي ما بتاخدش وقت يعني. هي دي هتخلص قبل ما انا اخلص الصينيه. ما اخليها في الفرن احسن ولا في لا الفرن بينشفها، لما بحطها في الفرن بتنشف، فانا هحطها في الميكرويف احسن. وبعدين الميكرويف ايه عيب الفرن، عيب الفرن ان انا ايه، الفرن عندي بيشتغل يعني لوحده والشوايه لوحديها. اشغل الفرن الاول بعد ما تستوي اروح مشغله الشوايه. بس الميكرويف احسن حاجه ان انا ايه الاتنين بيبقوا مع بعض. هتشغله دلوقتي؟ زود بقى، ها زود الساعه بس. فبشغل بقى بقول لكم بشغل الشوايه والفرن مع بعض. بشغل الاول الفرن 5 دقايق كده وبعد كده بقى اروح مشغله الاتنين مع بعض. خلاص خلاص؟ خلصت يعني شغلته؟ ما هو لازم يسخن الاول شويه. خلاص هي فاضل واحدتين وخلاص. واحط اللبن على على الوش وخلاص. قلت لك انا اللبن؟ لو هتيجي تقعد هنا ماشي. لا مش لازم اقعد. امال ايه؟ بص لحسه كده، عارف اللحسه اهي، بس انت كده تعالى على جنب عشان الناس تتفرج. مش قوي يعني، هي لحسه كده وخلاص عشان ما تفكش منك. انا بقول كفايه كده على الصينيه دي. لا اديها تاني. ها؟ اديها. احسن عشان لما بيلزقوا ببعض ما بعرفش واحدة افكها. كمان. هتبقى صغيره يا شريف مش اديها هتكفي. بس. خلاص انا عامله لك صغيره ولا عامله لك صباع فينو؟ اي حاجه. اهو بس كده. حط بقى ديت قبل ما نعمل اللي هي بالعدد. ماشي ماشي بس خلاص. يلا يا جماعه بقى ايه، ما تنسوش لو اول مره تشوفوني حطوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. وعايزاكم تجربوا طريقه القرص دي. بصوا اسهل طريقه والله بجد، دي اسهل طريقه قرص. يعني هي المعجنات والقرص والحاجات اللي زي كده بيبقى لها طرق كتير قوي. شريف ما تيجي تعمل معايا، خليه ويخلي لك عيالك ويسترك دنيا واخره. اعمل ايه؟ ما تيجي تغسل ايدك وتعمل معايا. ما بعرفش اعملها. انا هعلمك. ما بعرفش والله. يا راجل اشتغل ما معايا. بعرفش والله. يعني انت لما تمسك العجينه ما كده بعرفش انا اعمل لك بص اللبن، بص. اعمل لك حاجه انا ما بعرفش اعملها. يعني ما تعرفش تعملها زي ما لا انا بعملها والله. كده؟ اللي بيبقى لك مزاج، اللي بيكون لكم مزاج لحاجه بتمشوها. انت بس تحب تخش المطبخ تبهدل الدنيا، بس ده اللي شاطر فيه. اه والله. فبصوا دي بقول لكم دي اسهل طريقه. صدق المروحه نشفتها معايا على طول الوش، يعني لولا ان انا شغاله في ايدي على طول. بص يعني اقفلها؟ لا 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 لا، ما الجو هيبقى حر. هيبقى حر على فكره. العجوه هتكفي وهتفيد. ما انا عشان كده بقول لك انت كنت عايزه بس. ما اصل انا ما رضيتش اجيب دقيق كتير عشان ما حدش فيهم بياكلها، وروان ما بتحبهاش وانت ما لا رام بتحبهاش. تاكلها. خلاص هبقى اجيب لما تاني. تلاقيها تاكلها. اصلا وهي بتحبها من غير عجوه. وعايزاكم بقى ايه تحطوا جربوا الطريقه دي. دي اسهل طريقه، اسهل طريقه قرص. بصوا مش مكلفه وسهله، وبصوا كل حاجه يعني. حتى لما بتستوي ما بتاخدش، ما فيش 10 دقايق وبتخلص. عايزه اعملها فيلم. اعملها فيلم. تعمل ايه؟ بس المشكله انه بيلزق في الحروف، بيلزق في البتاع دي. بص واحده كمان وخلاص. تعالى انت بقى. لا 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 اديها كمان. طب تعالى على جنب كده. واحدة ما انا كمان. بقول لك واحده كمان وخلاص. واحدتين اثنين. تاني. اثنين. طب ما هي
تبقى واحده وخلاص، لازم يعني. طيب خلاص بصوا يا جماعه، انا هخلص الصينيه ديت، هنحطها في الفرن. ماشي، هسوي التانية وهسوي دي وهخلص دي وهرجع اوريها لكم بقى لما تخلص على مهلك. بصوا يا جماعه خلصت خلاص اهي. دي كانت اخر صينيه اللي في دي اللي من غير عجوه دي. بصوا دي اللي من غير عجوه، بصوا بس الصينيه سخنه، لا مش سخنه شويه، المهم. ودي اللي بالعجوه ودي برضك بالعجوه. ما تيجي تدوقها طيب؟ لا مش عارف. مش عايز تاكل؟ مش تيجي تدوقها وتقول لي ايه رايك؟ عشان لسه يا طيب بصوا يا جماعه، انا عايزاكم بقى تجربوا الطريقه بتاعتي عشان هي سهله ومش هتاخد في ايديكم حاجه. عارفين قعدت هنا يجي 10 دقايق يعني، ما خدتش سوا جامد ولا بتاع وخلاص. بصوا لونها حلو قوي، سخنه قوي. اخد واحده كده من نفسي، ادوق واحده من نفسي. دي ما تقعدش، دي طلعت من الصينيه على طول، ما لزقتش. بصوا عشان انا سايباها لحد لما هديت. لما بتبقى سخنه بتبقى لازقه طبعا، لو طلعتها بالعافيه بتلزق يعني، بتسيب حته كده منها في الصينيه. دي بقى عشان سايباها بقالي شويه حطيتها على الارض طلعت بحالها اهي. بصوا بقى، عايزه افتح واحده كده واوريها لكم. بصوا طريه، بصوا يا سلام بقى، ما اقولكوش على الريحه، جميله، ريحتها حلوه قوي. دي بقى عشان حاطه بيكنج باودر بتفضل طريه. الاول كنت بحط لها الخميره بس، البيكنج باودر بقى بصوا بيخليها طريه كده. عملت مثلا كميه بتاخديها تحطيها في كيس في الفريزر تقعد معاكي فتره كبيره. ده لو انت عامله كميه، عامله مثلا كيلو زي، بتحطيها لما تبرد في علبه كده او في اي حاجه تفضل معاكي على طول زي ما هي كده. يعني تحطيها في العلبه تقعد بقى اسبوع، تقعد يومين 3، بس ما تزوديش عن اسبوع عشان في الحر ممكن تبوظ. فعايزاكم بقى تجربوها وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. يلا فيديو النهارده خلص، اشوفكم على خير، مع الف سلامه.